مساء الخير واهلا وسهلا بكم ومرحبا في التحديث اليومي المتجدد لاسعار الذهب واخر اخبار وتطورات الذهب في مصر وعالميا. قبل ما ابدا الفيديو بدعوكم من الاشتراك، تفعيل علامه الجرس، عمل لايك علشان تصل لكم كافه التحديثات. نبتدي مع تحديث سريع للاسعار. الاونصه 3336 دولار، دولار الصاغه 49.26 قرش، دولار البنك 49.41 قرش، دولار السوق الموازي 49.50 قرش. اهلا وسهلا بكم. سعر الاوقيه النهارده في مصر بالجنيه المصري 164362 جنيه، وعيار 24 النهارده بيسجل 5284 جنيه. وده يعني نقدر نقول كده ان هو منطقه في المتوسط، يعني لانه عيار 24 طبعا زي ما احنا عارفين ارتفع ل 5650، وكان قبل كده بيسجل انخفاض، يعني على ادنى نقطه كان بيسجلها كانت 5160 جنيه. يبقى ادنى حاجه 5160 واعلى حاجه طلع لها 5650. البعض كان بيقول 5700 جنيه يعني مع حساب المصنعيات وكده. طيب تعالوا كده النهارده نتابع الاداء بتاع الذهب. طبعا ده الاغلاق السابق عند 161000، وده الاغلاق الحالي 164362، وده الاسبوع اللي فات طبعا كله اللي احنا شفنا فيه ارتفاع بقى وصعود وانخفاض وكل هذا الكلام. كل القيم بقى والقاعان اللي كان بيسجلها دي علشان في النهايه يقفل على انخفاض شويه كده ايه عن اعلى قيمه كان بيسجلها في الاسبوع اللي فات. طبعا انا اتفقت معاكم في الفيديوهات السابقه كلها، قلت انه المساله بالنسبه للذهب عالميا هي مساله سيوله. امتى السيوله بتتجه الى السهم بتاع الذهب؟ ومساله اتجاه السيوله لسهم الذهب دي برضو مرتبطه بجني الارباح على الاسهم الرئيسيه الكبرى والبورصات العالميه. وتاني حاجه، وطبعا جني الارباح ده ممكن يكون درجات، يعني ممكن يكون جني ارباح بسيط، ممكن يكون جني ارباح كبير، ممكن يكون جني ارباح عنيف، وممكن يكون جني ارباح شره. يعني زي ما شفنا كده السهم بيبقى في المنطقه الخضراء او بيسجل مثلا نمو مثلا بال4%، تبص تلاقيه بعد كده وصل لمنطقه -2 وسالب 3%. طبعا حاجه زي كده تبقى اسمها جني ارباح شره. وطبعا درجات يعني جني الارباح دي بتفرق برضو في حجم ومقدار السيوله اللي هتروح للذهب. زائد حاجه تانية مهمه، تحدد بقى اذا كانت السيوله دي اصلا هتروح للذهب ولا لا. ايه هي؟ اكيد طبعا كلنا عرفناها خلاص، هي العوامل الجيوسياسيه. لو في عوامل جيوسياسيه هتسمح ان السيوله الكبيره الضخمه اللي تطلع من الاسهم او من البورصات دي تروح للذهب، هتروح للذهب. لانه احنا عارفين المقوله الشهيره جدا، هو راس المال جبان، فمفيش حد هيغامر براس المال بتاعه في اوقات تبص تلاقي فيها مثلا انه البورصات مهدده ان ما يبقاش فيها ارباح، فعلى طول بيختار الذهب علشان الذهب هو الملاذ الامن زي ما كلنا عارفين يعني. طيب حاجه كده مهمه لازم نوضحها، وهو الاتجاه بتاع الذهب. اتجاه الذهب دلوقتي هل هو اتجاه عام صاعد، ولا هل هو اتجاه هابط، ولا هل هو مثلا اتجاه عرضي؟ لا، هو دلوقتي اتجاه عرضي يعني، ولا هو اتجاه عام صاعد ولا هو اتجاه عام هابط. بمعنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان هو في الاساس ثابت عند نفس المنطقه اللي احنا فيها، هتلاقي في ارتفاعات طفيفه انخفاضات طفيفه، لكن هو عنده نوع من كده من الثبات السعري عند ال 3300 3330 في المنطقه دي كده. طيب السبب اللي خلى السعر دلوقتي بيثبت عند الحته دي ايه هو؟ دلوقتي طبعا احنا نقدر نقول انه التسعير ده مش تسعير سوق، يعني سوق الذهب مش هو اللي بيحدد التسعير بنسبه كبيره. امال ايه اللي بيحدده؟ اللي بيحدده هو الاخبار او التسعير بتاع شاشه الاخبار. كل ما تلاقي فيه اخبار سلبيه للدولار تلاقيها ايجابيه للذهب، العكس اخبار ايجابيه للدولار تبص ليها سلبيه للذهب. زي ما شفنا كده البيانات مثلا اللي كانت طلعت بتاعه الفيدرالي كانت جايه كلها ايجابيه للدولار. طب ايه اللي حصل للذهب؟ حصل له دروب نفس اليوم زي ما شفنا كده. الفيديو اللي فات طبعا احنا اتكلمنا على السيناريوهين، سيناريو الصعود والارتفاع، والسيناريو الثاني اللي هو بتاع النزول والانخفاض، وقلنا انه دول سيناريوهين بينتظرهم، يعني مثلا سيناريو الصعود ده بينتظروا كبار المستثمرين اللي اشتروا الذهب على الفترات اللي فاتت كلها، عايزين الذهب يوصل ل 3500 دولار علشان يعملوا بيع ويعملوا جني ارباح عند النقطه دي. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ لا، دي حاجه كويسه، لانه اعلى مستهدف دلوقتي هو محطوط قدام الناس دي، المستثمرين في الذهب اللي عايزين يبيعوا عند ال 3500 دولار. معناه ان هم مش شايفين اصلا نقطه كمان بعد ال 3500 دولار، هم شايفين ان دي اعلى نقطه المفروض انت تستهدفها ان انت تعمل عليها جني ارباح. يبقى اذا في اتفاق هنا انه ما فيش ارتفاع فوق ال 3500 دولار على الاقل في نهايه 2025. طيب السيناريو الثاني اللي هو سيناريو ايه؟ سيناريو النزول العنيف وسيناريو الانهيار. ده بقى بتاع بنك الشعب الصيني اللي عايز يعمل ايه؟ عاوز يشتري، بس عاوز يشتري على اسعار منخفضه.
وده الحقيقه هو المرجح اكتر، يعني ده اللي ماشي اصلا مع النظره بتاعتنا اللي هي نظره نزول الذهب. فاحنا بنقول هنا ايه؟ احنا بنقول هنا انه النزول ده او سيناريو الانهيار ده لازم هيكون مدفوع، يعني لازم حد هيحركه، بس هيبقى جاي بعد فتره ثبات. طب فتره الثبات، طب ما احنا فيها اهو، لان هو دلوقتي في اتجاه عرضي. يبقى في الاتجاه العرضي توقع ان في حد ممكن يفتعل حاجه تخلي الذهب ينخفض او ينهار مره تانية. يعني ممكن مثلا تلاقي بنك الشعب الصيني بيدفع مثلا ايه، بيبيع الذهب في السوق المحلي عنده، فيعمل ايه، السوق المحلي بتاعه ما يطلبش ذهب من البورصه العالميه، فيحصل ايه، يحصل عندك هنا انهيار او نزول للذهب. تبص تلاقي الدهب عمال بينخفض. ليه؟ لان بنك الشعب الصيني بيفتح من المخزونات بتاعته للشعب، فبالتالي الشعب مش عامل طلب في البورصه العالميه، فالطلب بتاعه اللي في البورصه العالميه اللي نزل ده يعمل فجوه في الايه، في السعر على الشاشه. طبعا ممكن يحصل كمان معاه موجه بيع هلع من ناس تانية في دول تانية. ففي نهايه السيناريو ده هيحصل ايه؟ هيحصل دروب كبير جدا وانهيار للذهب عنيف، يبتدي بقى من تحت بنك الشعب الصيني يبتدي ينفذ المشتريات بتاعته مره. ده السيناريو اللي انا اتوقع ان هو هيحصل. طيب تحديدا بقى امتى السيناريو ده هيحصل؟ ما نعرفش. ممكن الشهر اللي احنا فيه، ممكن الشهر اللي بعده، ممكن شهر 9، وارد الحدوث ممكن في شهر 10. يبقى كل توقع زي ده كده هو مساحة بالنسبة لك انت للشراء. اول حاجة هتلاقي انهيارات للذهب عنيفة. تاني حاجة طبعا احنا بنتوقع اصلا من زمان ان هو هينزل عند تحت ال 3000 دولار، واتوقع ان هي المساحة بتاعت ال 2950 دولار دي، هي لل 3000 دولار، هي دي المنطقة اللي بيخطط بنك الشعب الصيني انه ينزل الذهب عندها عشان يبتدي ينفذ شراء من عندها. بكده طبعا نكون خلصنا التحديث بتاع النهارده، ومستمرين طبعا في متابعة التطورات على مدار اليوم القادم عشان نشوف الذهب هيفتح على كام الاسبوع اللي احنا فيه. تعالوا كده نبص على اخر الاسعار. اونصة الذهب 3336 دولار، دولار الصاغة 49.26 قرش. اسعار الذهب النهارده في مصر: عيار 24 شراء 5291، بيع 5269. عيار 22 شراء 4850، بيع 4830. عيار 21 شراء 4630، بيع 4610. عيار 18 شراء 3969، بيع 3951. عيار 14 شراء 3087، بيع 3073. عيار 12 شراء 2646، بيع 2634. الأونصة شراء 164582، بيع 163871. الجنيه الذهب شراء 37040، بيع 36880. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل علامة الجرس، عمل لايك علشان توصلكم كافة التحديثات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وانتظرونا في الفيديوهات والتحديثات القادمة.